صباحو يا اخواتي، احلى عالم في العالم انتو. اهلا بيكم في فلوج جديد، وده روتين الصباحي. اول حاجه هستخدم البني ده بتاع الشعر عشان مش عايزه اغسل شعري، عشان مش عايزاه يتبل يعني. بعدين الشاور جيل ده جميل قوي من ماي واي يا جماعه، ريحته تحفه، وكمان القوام بتاعه مش تقيل ومش خفيف، يعني قوامه كده ايه، مظبوط. ده غسول شان، فلو مستغربين ان هو متطبق وكده شكله غريب، ده لان الجزء اللي بيقفله اتكسر فيه من جوه ومعرفتش اطلعه خالص، وانا كنت حاطه مره على المكتب فجاه لقيته كده اتكسر وبهدل الدنيا وكده. فانا كنت حاطاه كده عشان ما يوقعش يعني. المهم ان انا عشان اطلع منه بقعد الفه كده عشان يضغط على البرودكت ويقوم يطلع منه من الجزء ده. ده بقى الغسول بتاعي الجديد، سقفوا معايا وفرحوا معايا بصراحة. ده اللي الدكتور كتبتهولي. فأتمنى ان هو يعالج الحبوب، لان غسول الشعر ما كانش بيأثر في الحبوب نهائي، فأتمنى ان ده يكون كويس معايا ويعالج الحبوب ويخلي بشرتي صافية زي ما بتمنى. طبعا بعد الشاور لازم نستخدم بودي سبلاش. بحب البودي سبلاش ده من بعيدة قوي، ريحته جميلة قوي، وكمان بالنسبة لي يعني هو ثابت اكتر من حاجات تانية. دلوقتي هنصلي، طبعا ما تنسوش كمان انتوا تصلوا. هستخدم القطرة بتاعتي احطها في عيني علشان ترطب عيني، صحيح من النوم عيني بتحرقني شوية. مرطب ده لوشن كده للإيد وللجسم. طبعا أهم حاجة الترطيب بعد الشاور علشان في الصيف يعني جسمنا بيجف قوي. بصوا ضوافري بقالها فترة بالشكل ده، معرفش ايه الشكل ده. هي بتعمل قشرة كده وتطلع قشور، والقشرة دي بتتشال، بس بيفضل الضفر يعني سليم زي ما هو، بس القشرة دي اتشالت منه. بصراحة معرفش ايه الشكل ده وبيطلع من ايه ولا جاي من ايه. فلو حد اتعرض للمشكلة دي قبل كده ياريت يطمني ان هي حاجة بسيطة وان انا قلقانة قوي، بس ان شاء الله هتكون حاجة بسيطة. ان شاء الله اروح اكشف ونشوف ايه المشكلة دي، بس لو حد اتعرض ليها قبل كده يطمني بس. ومعانا الفطار الجامد ده، دي بواقي مكرونة من امبارح سخنتها وافطر بيها عادي جدا. ودلوقتي معانا عصير عناب او كركديه زي ما بتقولوله عادي برضو. وده الفطار بتاعنا الجميل الخطير المغذي جدا جدا. يلا نعمل حواوشي مع بعض. اول حاجه فرمنا اللحمه، وبعدين فرمنا البصل والفلفل مع بعض. دلوقتي هنضيف الثوم، وده كيس الخلطه اللي احنا جبناه، هو نوعه كده غريب شويه، ما استخدمتوش قبل كده يعني، اول مره اجيبه. كان طريقة الاستخدام عليه مكتوب ان احنا نحط البهارات او محتويات الكيس يعني على مية، كوباية مية او زيت. فاحنا حطينا شوية مية وشوية زيت وحطينا الخلطة عليها، وبعد كده قلبناها في بعض. بعد كده حطيناها على البصل والفلفل والثوم واللحمة كمان، ضفناهم على بعض وضفناها عليها. بعد كده ضربناهم في الخلاط كلهم مع بعض يعني تاني، علشان يدينا قوام في الاخر كده متماسك، يعني يكونوا كويسين مع بعض وكل المكونات داخله في بعضها. استراحة محارب نمبر 1. جماعة كوباية اللبن دي كنت عملتها امبارح وجهزتها وسخنتها وزوقتها وحطيت عليها قهوة وكانت 100. اخدتها حطيتها على المكتب ونسيتها، واكتشفت بقى الصبح ان انا سبتها وما شربتهاش وكده، فكنت خايفة اوي اصلا انها تروب او تبوظ او كده. فالمهم ان دلوقتي هاخدها اسخنها اظبطها واشربها، بعد كده نروح نكمل خلطة الحواوشي الرهيبة. انا بصفيها علشان بيكون فيها الاجزاء اللي هي اللي بتطلع دي مش بحبها بصراحة، بتضايقني، فانا بصفيها علشان الاجزاء دي تطلع. المحارب رجع لارض المعركة. هنعمل العجينة بتاعت الحواوشي. حطينا لبن، خميرة، وبعد كده زيت، وايه ده، العجينة اتكونت خلاص. شكرا، يلا بينا على الجزء اللي بعده. استراحة محارب فض علبة الخميرة كلها، قلعتها هدوم. ده الشكل النهائي للحشوة بعد ما سبناها في التلاجة ترتاح شوية. فردنا العجينة بالشكل ده وبتكون كده طويلة شوية. بعدين بنحط عليها سمنة علشان يكون عندنا حواوشي بالسمنة البلدي. المهم انه ممكن نحط سمنة او زيت عادي براحتكم، بس علشان تكون طرية كده من جوه، علشان كمان اللحمة معلهاش اي دهون. ودلوقتي بنفرد اللحمة في العجينة بالشكل ده، وعادي احنا بنحط اللحمة طرية كده كده في الفرن، بتطيب مع العجين وبتكون تمام التمام. بعدين بنقفل العجينة على بعضها بالشكل ده، اللي هو الجزء اللي فيه لحمة اللي مفيهوش لحمة بنقفله على الجزء اللي فيه لحمة. بعد كده هنحاول بقى ان احنا نقفل الاطراف كده علشان ما توقعش، وبعدين هنحاول ان احنا نشكشكها بالشوكة بالشكل ده علشان تديها شكل كيوت وحركات.
ودي الحواشية البيبي اللي انا عملتها ليا، دي بتاعتي انا. طبعا بنحط على وشها من فوق كده سمنه علشان اما تطلع من الفرن تكون متحمره وجميله. ده الشكل النهائي بتاعها. هي البيبي بتاعتي اللي انا هاكلها دلوقتي عشان هي حبيبتي. طبعا طالما انا موجوده يبقى هعمل لي واحده صغيره من متعوده على كده من زمان يعني. طبعا بيبقى طعمها مختلف، معرفش ليه، بس بيبقى ليها طعم مختلف عن الكبيره. مش عارفه تحسوا كده نفس الحاجه كده ولا ايه؟ اوريكم شكل اللحمه جوه العجينه. طبعا هي طيبه وتمام يعني، مش طريه خالص، لا طيبه ومستويه كويس قوي. طبعا العجينه اللحمه قصدي ماسكه في بعضها كويس لان احنا خلطناها كويس. اما نخلطها كويس بتبقى ماسكه في بعضها، فجوه العجينه ما بتفكش او تبقى مفروده، لا بتبقى كتله واحده جوه العجينه. نملى مكعبات التلج بقى علشان لما نحب نعمل عصير او ايس كوفي او اي حاجه يعني عايزين فيها تلج نلاقي، لان انا لما مليتش المكعبات مش هلاقي حد يملاها، هم بس يخلصوها ويسيبوها. وانا بقى بدخل التلج لقيت اختي حاطه منجيه كده في التلاجة، فقلت مش هسيبها واخدتها عشان نعملها عصير وقطعتها. بس طبعا لان انا طيبه سبت لها الجزء ده والجزء ده علشان تاكلهم. دلوقتي بقى عملنا عصير بقى مانجا فريش في الجو ده، احلى عصير بجد في الصيف في الجو اللي احنا فيه ده بالذات. طبعا ده جازت اي حد ياخد حاجه مش بتاعته. اتهورت وانا بقطع المانجايه، بس عادي يا جماعه، اصابه عمل في ده العمل، اهم حاجه نعمل العمل باتقان. يلا نجهز مع بعض عشان خارجة. هلبس البلوزة دي بالشكل ده، هلبس معاها البنطلون ده اسمر، وهلبس معاها الطرحة دي بيضة. كنت عايزة البس بلوزة نفس اللون الاورنج، طرحة قصدي نفس اللون الاورنج ده، بس حسيت انها تكون فاقعة قوي بصراحة، يعني حسيت اللون هيبقى الاورنج ده مش هيبقى حلو، فقلت ايه الابيض هيبقى اشيك. فيلا نلبس بقى ونخرج. اليوم ده كان لازم يتختم بختمة تليق بيه او ينتهي بنهاية تليق بيه. تقفل كبيرة قفلة تليق بيا. المهم ان النهاية بتاعتنا ذرة مشوي يا جماعة، بموت فيه. انت حبيبي حبيبي حبيبي، بموت فيه بموت فيه بموت فيه. كل ده وانا قاعده اقول لكم انا قد ايه بحب الذرة المشوي. اكتبوا لي في الكومنت لو في حد ما بيحبوش، لان اعتقد ان كل الناس في الدنيا بتحبه. كده نكون خلاص فلوج النهارده. متنسوش تتابعوا الفلوجات الجديده، اعملوا اكبر لايك، وكمان اكتبوا لي كومنت جميل تحت.